لو الكنافة المحشية ما بتطلعش معاكم مقرمشة زي الكنافة دي، يبقى الفيديو ده ليكم. كام خطوة هقول لكم عليها هتنقل لكم الكنافة المحشية من صينية كنافة بيتي عادية خالص لكنافة زي المحترفين. النهاردة هنعمل كنافة محشية مقرمشة، ازاي الحشو تفضل متماسكة جوه الكنافة ما تتفرولش وما تفصلش، ازاي نظبط الشربات بقوام مظبوط علشان ما تطلعش معانا معضمة ولا طرية معجنة. اوعدكم بعد الفيديو ده مش هتشتروا كنافة من اي محل حلواني تاني. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفوني، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي فيديو النهاردة. بسم الله. في البداية انا هحضر شربات الكنافة. شربات الكنافة ليه شروط، لازم يكون بارد ولازم يكون تقيل نوعا ما. مقادير شربات الكنافة: كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، بقلبهم تقليبة بسيطة وبرفعهم على النار وبشيل أي ريمة لحد ما يغلي معايا. بعد ما يغلي بضيف له معلقة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز هيخليه ما يسكرش وكمان بيدي لمعة حلوة جدا للشربات. لو مش موجود عسل الجلوكوز نستعمل مكانه معلقة صغيرة من عصير الليمون. بسيب الشربات يغلي على النار وتكون النار متوسطة لمدة 7 دقايق، وبطفي عليه وبضيف له باكت من الفانيليا البودر وكمان نقطتين من الفانيليا السايلة، بتدي تيست حلو قوي. ميكس الفانيليا ده وجربوا وقولولي. هسيب بقى الشربات على جنب لحد ما يبرد تماما، وبعد كده هنشتغل في الكنافة. عندي هنا نص كيلو من الكنافة المتفرزة. انا اهم حاجة عندي تكون الكنافة بتاعتي ناعمة جدا، فلو مش عارفين توصلوا للكلام ده بايديكم ممكن ناخدها في الكبة. مهم قوي بقى نشيل القطع اللي انتوا شايفينها دي. كنافة بتبقى معضمة كده، لو سبناها في الكنافة بتتحروق في الفرن وبتطلع معانا كده زي شرط كده غامقة قوي، فتخلصوا منها خالص. نقوها كده من وسط الكنافة. فرمت الكنافة ناعم جدا، وعشان الكنافة بتاعتي تاخد لون حلو في الفرن وتمسك في بعضها ما تبقاش مفرولة، بضيف معلقتين من السكر البودر. بقلب السكر البودر في الكنافة حلو جدا جدا واتأكد انه توزع بالتساوي. بعد كده هجيب صينية مقاس 30 وهحط في الصينية معلقتين كبار من السمنة البلدي وكمان ربع كوباية من الزيت. إضافة الزيت مهمة ليه؟ علشان الكنافة تقرمش معايا وتاخد لون حلو كمان مع السمنة. يعني السمنة على الزيت بيديني قرمشة رهيبة وطعم حلو قوي. ما تقلقوش من إضافة الزيت خالص في الكنافة، مش هيبان طعمه خالص. المهم بس يكون زيت كويس، ما يكونش زيت تموين. باخد السمنة مع الزيت أسيحهم كويس قوي بس ما يسخنوش، وهبتدي إن أنا أضيف الكنافة بطريقة الرش كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو معايا. نسيت أقول لكم إن إحنا بنقسم الكنافة بتاعتنا لقسمين لنصين متساويين علشان النص اللي تحت يبقى قد النص اللي فوق بالظبط. حاولوا تساووا بقى الكنافة وتبقى متساوية، ما تبقاش كده حتة عالية وحتة واطية بالشكل ده كده. طبعا احنا حاطين كمية مادة دهنية حلوة قوي كافية جدا لنص الكمية علشان بقى التماسك والقرمشة الرهيبة اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. بجيب صينية واكبسها حلو جدا جدا. خدي الصينية واقعدي على الارض واكبسي براحتك خالص عشان تتحكمي فيها اكتر. كبستيها حلو، يلا بينا نطلع على الرخامة. هنعمل ايه؟ هنحضر الحشوة. عندي نص كوباية من جوز الهند، وعندي كمان معلقتين من دقيق السميد، وعندي كوباية من السوداني. استعملوا زي ما انتوا عايزين. عندكم مكسرات يا هلا، عندنا فول سوداني على قد ايدينا برضو جميل جدا، بتطلع حلوة قوي وطعمها لذيذ قوي. كوباية من الفول السوداني او كوباية من المكسرات. عشان الحشوة بتاعتي دي كلها تتماسك كده هناخد كوباية من الشربات اللي احنا عملناه بس يكون بارد تماما. ما تزودوش عن ربع كوباية لان اكتر من كده هتنزل على الكنافة وهتحروق لي الصينية من تحت. ربع كوباية كافية جدا. نقلبها حلو قوي. هحط الحشوة على الكنافة بالشكل ده واوزعها واسيب مسافة كده من الجوانب لزيادة التماسك عشان طبقة الحشو دي تمسك معايا. بنفس الطريقة هحط كيس تلاجة واحط صينية واضغط عليها حلو جدا عشان تتماسك. وطبعا العسل هيعمل على تماسكها اكتر واكتر، بس احنا بنأكد على الخطوة دي عشان عايزة طبقتين الكنافة يمسكوا كويس في بعض. بسيب جزء من جوانب الصينية مفهوش حشو بالشكل ده، ونبدأ برضو بطريقة الرش. نوزع النص التاني من الكنافة
ونضغط حلو جدا بنفس الطريقة. هنجيب كيس تلاجة ونجيب صينية تانية ونكبس، وكبسي براحتك من هنا للصبح. بعزم ما عندك كده اضغطي عليها. خلاص انا اتاكدت ان الكنافه اتضغطت كويس، بحط ايدي عليها بلاقيها شده كده وماسكه في بعضها، بيبقى تمام كده. هيكون عندي نفس كميه الماده الدهنيه اللي حطيناها في اسفل الصينيه، معلقتين من السمنه وربع كوبايه من الزيت، اسيحهم على النار واسقيها. احط بقى الماده الدهنيه دي على وش الصينيه بالتساوي علشان الوش بتاعها يطلع بنفس اللون. تعالوا اكلمكم على التسويه. بيكون الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، وحط الشبكه في النص. هتاخد معانا بالظبط 30 دقيقه، وبشغلها الشوايه حوالي دقيقتين، ويكون الشربات بارد. وعلشان الشربات بتاعكم يطلع باللون الحلو ده، بنضيف له في الاخر خالص بعد ما نطفي عليه نقطه من لون اسمه اصفر غروب الشمس. بيطلع معانا اللون موحد بالشكل ده، ولون الشربات بيبقى خطير جدا. وهبقى بالشكل ده كده. وعلشان طبعا الشربات تقيل معايا شويه، وزعته بالمقطع ده علشان الشربات يوصل كمان للكنافه من تحت. لازم نقلب الصينيه. قلبت الصينيه وسقيتها تاني. بصوا اللون تحت موحد وجميل ازاي. باخد نص كميه الشربات، بسقي الوش بنص كميه الشربات الاولى، ونص الشربات التاني بنسقي بيه الصينيه من تحت. بصوا صوت القرمشه اللي يجنن. بعد ما تبرد تماما بنبدا نقطعها الحجم اللي احنا عايزينه. يلا نقطعها ونشوف قطعه من الداخل. تشوفوا الجمال ده. صينيه كنافه والله ولا غلطه. انا عن نفسي ما بشتريش كنافه من بره خالص، ولا بالكريمه ولا محشيه. الحمد لله بفضل الله بتطلع معايا ممتازه قوي. عملت معاكم البسبوسه، وعملنا مع بعض كمان الكنافه المحشيه بالكريمه او بالقشطه، حلو قوي. وكمان القطايف من الالف للياء. هسيب لكم الفيديوهات ولينكاتها في صندوق الوصف. اللون الذهبي فوق زي تحت، زي من النص. الحشو متماسك، قطعة واحدة. الكنافة كلها قطعة واحدة في منتهى الجمال. ولما بتقطم معايا بتقطم بسهولة، مش معضمة خالص. اتبعوا الطريقة بس والمقادير وما تجروش الفيديو، والله هتعملوا أحلى صينية كنافة في البيت. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك وتعملوا كمان سبسكرايب لو أول مرة بتشوفوا القناة. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شيماء حسن، ومع السلامة.